شكرا، خلاص رد وكلمة، يعني كلمة ورد غطاها. أفورة بقى في الكلام بقى، خلاص بقى يعني نمتي منه، فاهمة؟ فخلينا دايما في طاقتنا الأنثوية كلمة ورد غطاء. طيب هتعملي ايه لو رحتي مع حد مكان وحضرتك وانتي بعد ما خلاص خلصتوا المكان او الديت او المقابلة او ايا كان قالك انا عايز منك الفيزا بتاعتك عشان انا قسمت الشيك وهنحاسب مع بعض؟ عادي تقولي ده بيحصل، اقول لكم بيحصل. هو الصراحة ما حصلش معايا شخصيا، ولكن حصل مع ناس كتير اعرفها واتحكى قصادي. انا كنت زيكم، كنت منصدمة، اللي هو نعم يعني هو بيطلب يعني يقسم معاك الشيك فعلا. طلب بيقسم معايا الشيك عشان شايف ان احنا لسه يعني في بداية العلاقة، شايف ان احنا لازم نتعامل يعني اللي هو نص بنص عشان نمشي الحياة زي الأوروبيين وكده. طيب في حالة زي دي تعملي ايه حضرتك؟ ولا تتكلمي ولا اي حاجة، اديله الفيزا بتاعتك او ادفعي فلوسك وتحاسبي معاه عادي جدا، وبعد كده ما تشوفيش وش امه تاني. انا اللي بقولك اهو، اوعي تقابليه تاني في حياتك كلها. ليه؟ مادام قبل من اول مرة يعمل معاكي كده، لك ان تتخيلي فيه مع بعض. طيب هتيجي تقولي لي ايه؟ ما عملش معايا كده في الاول وكان جنتلمان وكويس قوي، بس بعد كده بدأ ياخد من فلوسي. طيب هنا يا أستاذة لو تلاحظي إن طاقته الذكورية كانت ماشية عادي عشان كان شايفك أنثى، فكان بيمشي طاقته الذكورية معاك عشان ما تطفشيش منه تبعدي عنه. ولما لقاكي وبتتكلي على نفسك، بتعرفي تعملي كل حاجة، بتعتمدي على نفسك في كل شيء، خلاص شافك طاقة بالند فعرف يتك عليكي، فخلاكي تصدري له الطاقة الذكورية اللي هو كان محتاجها منك، المساعدة. فانتبهوا، الرجالة مش كلهم وحشين، هم بيبقوا داخلين علينا بالطاقة الذكورية، ولكن احنا اللي ما بنصدرش الطاقة الأنثوية للآخر، فبالتالي بيشوفك ان انت تقدري الكفيلة تقومي بمصاريفك، كفيلة تقومي بمشاويرك، كفيلة مش عارفة ايه. لا، دايما قولي له ما اعرفش، ما اقدرش، ممكن تساعدني؟ طب انا محتاجاك في شيء، طب ممكن تحلي لي المشكلة دي، انا عايزة فعلا احل المشكلة دي، حاسة ان انا هبقى احسن لو انت جنبي. دايما صدري له طاقة ان انت محتاجاه حتى لو انت مش محتاجاه. يعني حتى لو انت عندك نفوذ، عندك معارف في كل حتة، مادام دخلتي راجل حياتك وعايزاه معاكي، يا يشيل معاكي ليلتك يا اما بلاها. لكن هو لو حس في لحظة اصلا ان انت قادرة تمشي احتياجاتك وقادرة تصرفي على نفسك وقادرة تجيبي وقادرة في الخناقة انا ذكر انا اعمل لك انا اسوي لك، اقسم بديني كمان مرة هو هيطفش منك وهيبقى